ازيكم يا حلوين؟ يلا بينا بقى نكمل بارت 2 من تنظيفات رمضان. طبعا هتلاقوني انا اخر واحده بنزل لكم تنظيفات رمضان والزينه وكده، بس يلا الحمد لله ان احنا خلصنا وفرشنا الشقه وخلينا كل حاجه فل. اول حاجه بدات بيها كانت الاوضه دي اوضه عندي في الشقه، حاطه فيها مكتب والسرير كده، يعني بديله لاوضه الانتريه. يعني ما حبيتش ان انا اعمل ركنه في الصاله وانتريه في الاوضه، لا يعني خليت الاوضه دي اوضه مكتب. لان جوزي بيحتاجها يعني وكده عشان شغله. خلصت المكتب نضفته، هي كانت اسهل اوضه في البيت، ما كانش فيها يعني شغل كتير، كان مجرد بس تلميع. خلصتها وفرشتها ودخلت بقى على اوضه الاطفال. الاوضه دي احنا ما بنستخدمهاش خالص وما بندخلهاش تقريبا، فحاطه فيها كل الكراكيب اللي كانت عندي في الشقه. يعني انا كنت ماسحه الشقه قبلها بيوم، فطبعا بحتاج الارضيات تكون فاضيه، فحطيت بقى كومته زي ما انتم شايفين كده كل حاجه حطيتها على السرير. غير انها طبعا عشان مركونه ما بندخلهاش فبيدخلها كميه تراب رهيبه، على طول متربه وعلى طول محتاجه تتنضف. فمسحت كل التراب بقى وغيرت ملاية السرير ونفضت وايه وفرشت ملاية حلوة كده زي ما انتم شايفين. وبصوا الكومودينو بتاعها كان متبهدل حرفيا، يعني كان مدعوك تراب، فمسحته برضو. بصوا لمعت كل حاجة فيها. وادي السرير التاني برضو خلصت الحمد لله وفرشت ونفضت كويس قوي. الديسبنسر بقى انا عايزاكم تقولوا لي حل. الديسبنسر بيكون كمية املاح رهيبة يعني. انا بوظت الجزء اللي بيبقى من تحت فيه ده اللي هو الصفاية، علشان كان فيه املاح برضو. رحت حطيته في خل، يعني غليته في مية فيها خل وليمون وملح على النار، فانكمش كده وبقى شكله غريب. فدلوقتي انا برضو غسلته بسلكة ناعمة علشان الاملاح تطلع، وبرضو الاملاح اللي فيه مش راضية تطلع خالص يعني. فممكن تقولوا لي حل يا ريت لو حد يعرف. بصوا ديسبنسر كبير وديسبنسر صغير. اوعوا تفتكروا ده لعبة من العاب ابني، لا انا جايبه لنفسي بصراحة. خلصت الأوضة ولمعت الباب بتاعها وكان نزل شوية تراب على الأرض كده، فرحت خدتهم بسرعة بالموب. ما فرشتش لأن المفارش بتاعة الأرضيات اللي هي السجاد وكده أنا شايلاه بصراحة للعيد، فما فرشتش اهو زي ما هتشوفوه كده محطوط على السرير، لأن لو بحطه في الأرض برضو ابني بيدعكه. نيجي بقى للصالة. أنا خلصت الأوضة الكبيرة بتاعتنا لوحدي ما صورتهاش. فنيجي بقى للصالة. بصوا دعكت الركنة كلها، أنا ما صورتش قوي لأن أنا كنت عايزة أدعكها بضمير بصراحة. أنا الشالت بتاعت المقاعد يعني مش بتتشال عندي، فبدعكها كده وبغسلها. وبعد كده فرشت بقى البياضات، كنت غسلاها وفرشتها. وبرضو شايفين الخداديات بتاعت الظهرية دي برضو نضفتها كده ومسحتها مسحة محترمة. وكل الخداديات الكوشنز دي انا كنت غسلاها فرصيتها على طول الحمد لله، يعني لبستها ورصيتها. برضو الصلاة ما خدتش معايا وقت يعتبر لان ما فيهاش حاجات كتير يعني. المهم خلصت بقى فرشت الشقة كلها خليتها بتلمع الحمد لله. السجاد كان جاي من المغسلة ففرشته. بصوا انا فرشت يوم التلات اللي هو المفروض كان يوم الاربع صباح علينا رمضان، فلما ما لقيتش رمضان جه فنزلت بقى الحمد لله اشتريت الزينة بتاعتي، واشتريت باقي طلبات كانت ناقصاني في البيت برضو علشان الاكل وكده. بصوا اشتريت زينة بسيطة بس عجباني جدا وفرحانة بيها بصراحة. انا حبيت ان الشقة تكون سيمبل وجبت كل حاجة كان نفسي فيها يعني. يعني بصوا شكل الزينة في الاخر خلت الشقة مبهجة بطريقة ما شاء الله يعني. بصوا ده شكل الزينة واحنا بنعلقها، وده الشكل النهائي ليها. متحمسة جدا اسمع رأيكم في الكومنتات واشوف الزينة كمان اللي عملتوها في بيوتكم، علشان انا بتبسط جدا من منظر الزينة بتاعة رمضان. وده كان فيديو النهاردة، واتمنى يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين يا حلوين، وباي باي.